المتظاهرين على السلميه وعدم دخولهم في اي اشتباكات او في اي مناوشات. طيب. سواء مع الشرطه أو اسلام فقط دعني البلطجية. انوه الى هذه الصور التي تاتينا من شبرا الخيمه، وعلى ما يبدو ليس واضحا اذا كانت هناك اشتباكات بالفعل بين متظاهرين وما بين قوات الامن او مجهولين او ان المظاهر، لكن يبدو ان هناك شيء ما في المظاهرات في شبرا الخيمة. سنذهب إليها لنستمع لما يدور ويحدث فيها، ثم سنعود مرة أخرى لاستكمال تغطيتنا. هو السبب في اللي احنا فيه ده. انا بيضربونا بالنار، انا من المنطقة دي. ايه اللي حصل؟ اسمها ايه المنطقة؟ معديين احنا ضربوا علينا نار. اسمها ايه؟ انا من المنطقة دي، افغاني والبكري والجمال. انا من المنطقة دي. ضربوا علينا نار. دي منطقة انا، دي اسمها اسد افغاني تبع مستورد شبرا الخيمة. ثانية واحدة، دي طلعت الأميرية، دي منطقة أنا ضربوا عليها نار، دي اسمها عزة أفغاني، وأنا من البكري، أنا من البكري. هننتصر كلنا بإذن الله، لازم ننتصر في الله، لأننا إحنا من جنبكم أصحابي هناك، أصحابي اللي مني يعملوا عليا طول، أصحابي اللي مني عايز يعمل حرب عليا، عايز يعمل حرب عليا السيسي. إن شاء الله. أنت أخويا ما ترجعوا فينا الله، أنت أخويا ما ترجعوا فينا الله، أنت أخويا ما ترجعوا فينا الله. مش هنسيب حالنا، مش هنسيب حالنا. أنت أخويا ما ترجعوا فينا الله، أنت أخويا ما ترجعوا فينا الله. دلوقتي طلع ناس من العزبه بيحاولوا يعني يعملوا حائط سد بين الطرفين عشان الاشتباكات تنتهي، بيشاوروا لهم خلاص امشوا، والشباب هنا بينادوا ارجع بظهرك. دلوقتي خلاص كده المسيره تقريبا عدت كلها، فاضل مجموعه من الشباب بيحاولوا يصدوا البلطجيه، بس دلوقتي بينسحبوا بظهرهم. وطلع الاهالي بتوع عزبه عبد الغني، طلع بعض الناس المحترمين من عزبه عبد الغني يحوشوا بين المسيره وبين البلطجيه، ويقولوا لهم خلاص امشوا كملوا في طريقكم يا شباب، مفيش حد هيتعرض لكم. زي ما انتم شايفين اهو خلاص الضرب تقريبا وقف، بس يعني في حاله من الترقب كده لان ممكن يحصل اشتباك في اي لحظه. الاشتباكات بتتجدد تاني هي مع محاولة من الطرفين لتهدئة الوضع.